السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا علي عبد العزيز ومعاكم حلقه جديده من الفنكوش. النهارده هنتكلم عن المشروع الجديد بتاع بالم هيلز ديفلوبمنت اللي موجود في منطقه الار 4 في العاصمه. المشروع لغايه دلوقتي في الوقت اللي أنا مصور فيه ملوش اسم محدد، ولكن اللي ظاهر ان هيكون في شقق باسعار كويسه. احنا بنتكلم مثلا 3 غرف في حدود 11 12 مليون، وهيكون تقسيط على 12 سنه ومتشطب. وفي تاون هاوسز كمان برضه هتكون تقسيط على 12 سنه متشطب برضه باسعار كويسه ومساحات لسه ما نزلتش، بس بيقال ان هي هتكون كبيره. انا شايف ان منطقه الار 4 في العاصمه هي هتكون الحصان الاسود، او اللي باين قوي ان هو هيكون ارقى منطقه في العاصمه. هي جنبها الار 5 جاردن سيتي، كمان هي قريبه جدا للتجمع. ما تعملش حسابك ان انت تعرف تعيش في الار 4 قبل 4 سنين، وبالم هيلز عاملين حساب ده كويس قوي لان المشروع بتاعهم كبير 400 فدان، مقسطين لك على 12 سنه. طبعا انت شاري في اللونش، ولسه هيبقى في كذا مرحله في المشروع، فالمشروع قبل ما يكتمل بالكامل انت بتتكلم في 5 6 سنين على الأقل. طبعًا بالم هيلز عندها شوية تأخيرات في مشاريعها، بس هي مش تأخيرات برضه كبيرة، يعني مثلًا حاجة و30 مشروع، المشروع اللي بيتأخر فيهم بيتأخر سنة، ومعظم المشاريع بتتسلم في ميعادها أو بعد ميعادها ب6 شهور. أنا شايف إن بالم هيلز مطوّر قوي، شايف إن هو من أكبر 3 أو 4 أو 5 مطوّرين في مصر كلها. أنا شايف إن الصيانة بتاعته والdurability بتاعة الصيانة بتاعتهم فظيعة. أنا شايف إن دي فرصة كويسة كمان عشان منطقة الR4 نازل فيها لافيستا ونازل فيها القذار ونازل فيها بالم هيلز، ومنطقة صغيرة 900 فدان، فهتعرف تعيش فيها من أوائل المناطق اللي هتعرف تعيش فيها في العاصمة، هي والR7 والR5 وطبعًا كومباوند المقصف. فبالنسبة للفنكوش بتاع بالم هيلز أنا شايف إن أنت تلحقه. الحجز مع بالم هيلز بيبقى حاجة موترة بيني وبينك. تحط EOI والله أعلم هتسكن والّا لأ. بس لو عايز تسكن كلمني، ولو عايز تستشيرني في أي استشارة عقارية تقدر تكلمني، هاجاوبك بكل صدق حتى لو مش هتشتري معايا.